بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج ستيب باي ستيب مستر أسامة لاستكمال باقي حلقات قواعد اللغة الإنجليزية والتأسيس فيها. سبق وكان وعدتكم إن شاء الله هنتكلم عن بعد أدوات الإشارة، سواء أدوات الإشارة للقريب أو للبعيد، إن إحنا هنكون منها سؤال. وأنا عندي وعدي وهنبتدي إن شاء الله النهاردة نتكلم عن أسماء الإشارة وتكوين السؤال منها. اللي ما ساعدوش الحظ في إنه يعرف معنى أدوات الإشارة وأنواعها تستعمل إزاي، أرجو منه الاشتراك والرجوع إلى الحلقات السابقة لفهم هذا الموضوع حتى يقدر يتواصل معنا في الدرس اللي احنا هنشرحه ده دلوقتي بإذن الله تعالى. سبق ان احنا اتكلمنا عن ان ادوات الاشارة this is للمفرد القريب بمعنى هذا، وذات is للمفرد البعيد، ورسمنا رسومات ووضحنا هذا الكلام. وان الجمع لادوات الاشارة للقريب اسمها this are، وthose are لهؤلاء للجمع البعيد. طيب هنكون السؤال منهم ازاي بقى ان شاء الله؟ هنضرب مثال بسيط تاني سبق ان احنا قلناه. هنقول this is a ball. This is a ball. هذا أو هذه كرة. طب هنسأل إزاي بقى؟ هنسأل بأداة أو بفعل المساعد اللي في الجملة. طلعه بره، زي هناخد علامة إكس، نتذكر علامة إكس كده أو في، هناخد أداة الإشارة نسأل بيها. is أو this is a ball. هل هذه كرة؟ هل هذه كرة؟ نجاوب. وبرضو لما نيجي نجاوب، بس الأول هنتكلم عن that is a box لأداة الإشارة البعيد. نطلع is أداة الإشارة نسأل بيها، يبقى is that a box. يبقى احنا بنسأل بإيه؟ بالفعل المساعد is. ونفكركم إن الفيرب to be بيتكون من am و is و are و was و were. خدنا الفعل المساعد طلعناه بره، وعشان ما ننساش نعتبر ان احنا بنعمل علامة اكس. طلعنا is بره وقلنا is this a ball؟ is that a box؟ يبقى هنا السؤال بمعنى هل. السؤال هنا بمعنى هل. هل هذا كتاب؟ هل هذه كرة؟ هل هذا صندوق؟ طب نجاوب ازاي بقى؟ اهو هنشوف. is this a ball؟ لو هي كرة فعلا هنقول yes this is a ball. نرجع تاني بعد yes أو no، نرجع الجملة تاني نقول this، ونرجع تاني فعل المساعد بعد this، يبقى this is a ball. أو إجابة مختصرة نقول yes it is، ونفكر إن it من الضمائر اللي بتيجي لغير العقل. نعم إنه كتاب، وإز تبقى عايدة على الكتاب. طب هو مش كتاب، نقول no it isn't. no it isn't. no it isn't أو no this isn't. هذا ليس كتاب. نفس الشيء في المثال بتاع is that a box؟ هنقول yes it is no it isn't. ونلاحظ ان احنا بنرجع الفعل المساعد، بنرجعه تاني بعد الفاعل او بعد الضمير، يبقى yes it is no it isn't، ومندخل not على الفعل المساعد. يبقى السؤال بمعنى هل هنوضحه اهوت في اطار بسيط قوي. السؤال بمعنى هل بنسأل بإز الفعل المساعد. is this is that، وعايز اجاوب اقول yes it is او no it isn't. يبقى بنجاوب على السؤال بمنتهى البساطة، ان احنا بنسأل بسؤال بتاع أداة الفعل المساعد، بنطلعه بره زي علامة اكس بالظبط. طيب انا بقى مش عارف اللي قدامي ايه خالص، يعني عايز اقول ايه ده، ما هذا، اقول ايه؟ لسؤال عدم معرفة الشيء ذاته اقول what is this؟ what is this او what is that؟ ما هذا؟ يقول لي this is a ball، this is a pen، او that is a ball، او that is a pen. يقول لي بقى
لكن لما بنقول الجملة هنا كاملة فوق زي ما عملنا كده، is that a box؟ هل هذا بوكس؟ هل هذا صندوق؟ بستفسر. لكن هنا أنا مش عارف إيه اللي قدامي بالظبط. أقول بقى أداة السؤال الكبيرة what is this؟ what is that؟ عشان اللي بيجاوبني بقى يقول لي إيه؟ يرجع تاني أهو. هنعمل زي علامة إكس تاني، هيقول this is a box، this is a pen، this is مثلا this is a book. برضو that is للإشارة للمفرد البعيد. طب نفس الشيء برضو هنا، أنا بتكلم باختصار عشان ما أطولش عليكم ويبقى المعلومات إن كانت قليلة موجزة تسهل عليكم الفهم. طب هنيجي لأدوات الإشارة بتاعت البعيد للجمع. these are هؤلاء للقريب، those are هؤلاء للبعيد. نفس اللي كان عملناه في أداة الإشارة للمفرد سواء القريب أو البعيد. these are boys هؤلاء أولاد. طب هل هؤلاء أولاد؟ يروح مطلع أو نبدأ السؤال بالفعل المساعد. are these boys؟ هل هؤلاء أطفال أو أولاد؟ لو هم أولاد فعلا أقول yes they are. طب هم مش أولاد، رجالة مثلا كبار، أقول no they aren't. no they aren't. no they aren't. برضو نفس الشيء في أداة الإشارة للجمع البعيد. those are girls هؤلاء بنات. ناخد الفعل المساعد اهو تاني اهو، هنعمل عليه تاني علامة الاكس اهو تاني قدامكم اهو. بدأنا بيه are those girls هل هؤلاء بنات؟ لو هم بنات اقول yes they are. لو مش بنات مثلا صبيان او رجال اقول no they aren't. no they aren't. no they aren't. وزي بنفكر تاني في الموضوع ان زي هي جمع it. الضماير الضماير I he she it. it للمفرد بمعنى هو او هي لغير العاقل، بنذكركم تاني. يبقى الجمع بتاعها ايه؟ they. وعشان كده كتبنا هنا they. yes they are نعم هم بنات اختصار. او نقول yes they are girls لو عايزين نضيف الجملة بالكامل زي ما كانت برضو صح. no they aren't girls برضو صح. او الاختصار للاجابه no they aren't. زي ما بيقول مثلا ده كتاب، بقول له لا واسكت، او اقول له لا ده مش كتاب، هيها بالظبط، لان زي هي جمع it من الضمائر. يبقى السؤال بمعنى هل مع زوس وزيس برضو اهي متجمعه اهي في المربع ده. are these are those واحط الشيء اللي انا بسأل عليه. اقول يس زي ار. يبقى هو السؤال اللي انا بقول هل هذه كتب؟ هي دي كتب. نو زي ار دي مش كتب، دي اقلام مثلا. طيب انا برضو زي ما قلنا، طب انا مش عارف بقى ايه دول، حاجه بعيده عني، بقول ايه دي، ما هذه. يبقى what are these what are those، واجي اجاوب اقول these are واحط الشيء اللي انا بقصده. مثلا these are books those are girls. ده لما بيسأل على حاجة هو مش عارف ايه هي دي بالظبط. السؤال الدارج بتاعنا اللي دايما نسمعه ونعرفه what is this؟ this is كذا. برضو what are those عشان بسأل على جمع شيء قدامي مش قادر افسره او اوضحه، فبقول what are these؟ ما هؤلاء؟ اقول له these are boys عشان قريبين. what are those حاجة بعيدة عني، ايه ده؟ اقول له those are birds دي طيور لو هي بعيدة عني. وده الشكل البسيط قوي في تكوين السؤال، في ان انا باخد الفعل المساعد اطلعه بره اسأل بيه بمعنى هل. لكن هل عشان يديني نفس الإجابة، لكن أنا طبعا أنا مش عارف الشيء ده خالص وعاوز أستفسر عنه، مش قدامي، مش عارفه، يبقى أقول وات. وإن شاء الله بإذن الله تعالى المفاجأة الجاية إن إحنا هناخد أدوات الأسئلة الكبيرة
اللي هنسأل بيها، ونتعلم ازاي نكون سؤال عام بقى في اللغة الإنجليزية. نكون ازاي السؤال في اللغة الإنجليزية، أي سؤال أنا عاوز أسأل بيه ازاي أكونه. ازاي أكونه في إن أنا بحط أداة السؤال الكبيرة وهنعرفها كاملة، وات وزي وير ووين ووير وهاو وهو، ونعرف معانيهم وايه المقصود بيهم. وبعدين بنجيب ازاي نكون السؤال وراه، ازاي نكون السؤال وراه. لكن السؤال بمعنى هل بيبقى بشكل بسيط جدا، ان انا ابدأ بالفعل المساعد وبسأل بيه. وهذا درسنا البسيط اللي احنا شرحناه دلوقتي، ارجو يكون فيه افادة، وارجو يكون فيه شيء بسيط استفدتوا منه وزود لكم معلومة في اللغة الإنجليزية. راجيا منكم الاشتراك، اللي فاتوا دروس سابقة يشترك ويخش على الموقع ويشوفها ويدرسها ويفهمها، هلاقيها سهلة جدا، ويرجع بقى لآخر درس من الدروس ديت، لأن ده درس تكوين السؤال من اسم الإشارة اللي سبق إن احنا شرحناه في حلقتين سابقتين. وأرجو من الله أن يكون هذا عمل بسيط تستفيدوا منه. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات أخرى لاستكمال قواعد اللغة الإنجليزية. وتحيات مستر أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.